السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الكنافة بالقشطة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. والطعم يا جماعة حاجة كده هتنافسي بيها أقوى حلواني. هتعمليها في البيت بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. هنعمل السيروم بتاعها زي ما انتم شايفين كده، قوامه وسط، لا هو تقيل ولا هو خفيف، عشان يطلع معانا الكنافة مظبوطة زي اللي بناكلها بره بالظبط، وزي اللي بنشتريها جاهزة من محلات الحلواني. هنعمل الكنافه النهارده على اصولها بطعم وتركات اول مره هتعرفيها. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على اشرف خلق الله، ونشوف الطريقه بتاعتنا على طول. شايفين شكلها ولونها عامل ازاي؟ تتجنن. هنقول كل التفاصيل والتركات، مش عايزاكم تفوتوا ولا لحظه في الفيديو. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ خطيره بجد. والقشره بقى من جوه حاجه كده طعمها غرام في منتهى الجمال. وان شاء الله الفترة اللي جاية هننزل باقوى الفيديوهات لحلويات الصيف والوصفات المدارس. بجد يا جماعة الفيديوهات الفترة الجاية هتعجبكم جدا جدا، وان شاء الله هتستفادوا. بسم الله هنبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة انا معايا نص كيلو من الكنافة، جبتها وحطيتها في الفريزر من بالليل للصبح واشتغلت فيها الصبح. تكون اتجمدت كويس قوي. انا مش عايزة افرم الكنافة في الكبة عشان ما تبقاش ناعمة قوي قوي. انا عايزة افركها كده بايديا، هتكون احسن بكتير. تتجمد وهتبداي تفركيها بايديكي كده، هتتفتفت معاكي وهتبصي هتبقى في منتهى الجمال. وسهله جدا، مش بتاخد اي وقت. تكسريها كده عشان تحسي بطعم الكنافه، متبقاش متفتفته كده. خلاص زي ما انتم شايفين كده. طيب تاني حاجه، في ناس بيحطوا على الكنافه شربات، اللي هو الشربات بتاعها ده غلط. الشربات هينشف الكنافه ومش هيديها لون حلو. اهم حاجه السكر البودره في الكنافه. بعد ما فتفتها كده احط عليها من نص كوبايه لكوبايه الا ربع من السكر البودره. تمام، كوبايه الا ربع مناسبه جدا جدا. لكن لو مش حباها مسكره، حابه سكرها يبقى اقل من المتوسط، حطي نص كوبايه من السكر البودره، بيديها لون حلو قوي قوي. النص كيلو من الكنافه بياخد كوبايه من السمنه. ويفضل طبعا يا جماعه ان السمنه تكون سمنه بلدي، هتدي طعم حلو قوي قوي للكنافه. لكن لو ما عندناش مفيش اي مشكله. السمنه عايزاها سايحه او عايزاها تكون بدرجه حراره المكان زي ما انت عايزه. انا كسلت صراحه ان انا اسيحها، فاشتغلت فيها كده ايه، بدرجه حراره المكان. كده كده الجو حر اصلا. وبعدين غلفت السمنه كويس جدا جدا مع الكنافه. لازم اغلفها كويس قوي قوي. تعالوا بقى نحضر الشربات. في حله هحط فيها كوبايتين الا ربع من السكر، عليهم كوبايه وربع من الميه. تمام. وارفعهم على النار. عندك كيس فانيليا حطي، بس ما تحطيش عصير ليمون. عندك كيس فانيليا حطيه، ما عندكيش خلاص. تمام. وتقدري برضو ان انت تحطي معلقه من عسل الجلوكوز لو متوفر عندك. انا هنا معايا نص كيلو من الحليب. طبعا هو مش نص كيلو ولا حاجه، الكميه كانت زايده معايا شويه. تمام. وبعدين احط 5 معالق كبار من النشا وادوبهم كده على البارد. وبعدين احط معلقتين كبار من السكر. معلقتين كبار من السكر. ما ينفعش ما احطش على القشطه الكدابه سكر، مش هيكون ليها طعم. لازم السكر برضو يديها طعم حلو كده. تمام. حتى لو احنا حاطين سكر في الكنافه، لازم برضو نحط للقشطه معلقتين من السكر. ولو حاسه ان هي تبقى كتير ولا حاجه، حطي معلقه واحده كفايه، بس لازم ينضاف فيها سكر عشان يكون ليها طعم. وبعدين ارفع الحليب مع النشا واقلبهم كويس جدا جدا على النار. ما سيبش ايديا يا جماعه من الحله، لازم اقلبهم كل شويه. ما يسيبش ايديا ولا اشيل ايديا من الحله خالص. لازم اقلبهم كويس قوي قوي عشان ما يتكتلش. لازم القشره تبقى كريمي وناعمه كده لحد ما تاخد القوام المظبوط. اشيلها على طول من على النار. هجيب صينيه الحجم اللي انتوا عايزينه على حسب سمك الكنافه اللي انتوا عايزينها. هحط نص كميه الكنافه وابططها كويس قوي. ولازم اعمل لها حرف يا جماعه، حرف كده على الجنب لازم اعمله علشان القشطه لو وصلتها للاطراف بتاعه الصينيه ما يبقاش فيه مشكله، ما تتحرقش ولا حاجه. فلازم اعمل اطراف كده. طبعا الشربات بسيبه 7 دقايق على النار. قوامه بيكون متوسط يا جماعه. الشربات لو تقيل الكنافه هتبقى ناشفه، ولو خفيف الكنافه هتبقى طريه. فالشربات وسط عشان برضو الكنافه تشربه. بعد ما بططت الكنافه كويس قوي قوي وسويت وعملت جنب كده او حرف، هبدا ان انا احط القشطه.
القشطه يا جماعه بتتحط وهي لسه سخنه عشان تمسك كده في الكنافه وتكلبش في الكنافه. تمام. فبضيفها وهي سخنه الكميه المناسبه بقى. انا طبعا كان زايد معايا شويه صغيرين لسه من القشطه، بس ما تخليش برضو طبقه القشطه تخينه قوي عشان تبقى شبه اللي بنشتريها من بره. وبعدين اسيبها تبرد خالص خالص، اتاكد يا جماعه ان هي بردت. ابدا بقى ان انا احط ايه؟ باقي كميه الكنافه اللي هي نص الكميه، وبعدين ابططها كويس جدا جدا وادخلها الفرن. بتدخل الفرن يا جماعه على درجه حراره هاديه، بتدخل الفرن على درجه حراره هاديه لان الكنافه اصلا مش بتاخد وقت، فلو دخلت على درجه حراره عاليه ممكن تتحرق. فتدخل على درجه حراره هاديه، تاخد نص ساعه، ساعه الا ربع زي ما تاخد. سيبيها بقى براحتها كده لحد ما تاخد لون حلو من فوق ومن تحت، وبعدين اطلعها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. تاخد اللون الدهبي الجميل ده وابدا ان انا اقلبها. وبعد ما نبدا كده نقلب الكنافه على الناحيه التانية، هنلاقيها واخده لون حلو جدا جدا. بصوا اللون بتاعها يا جماعه عامل ازاي، بجد حاجه كده في منتهى الجمال. لون ذهبي كده تشوفيه عامل زي الذهب، لونه جميل قوي. وبعدين اسقيها بالشربات واسيبها بقى مع نفسها كده تشرب الشربات كله. شايفين بتشرب الشربات بمنتهى السهوله. الكنافة اساسا بتتقطع تاني يوم، ما بتتقطعش في نفس اليوم اللي بتتعمل فيه، لازم تتقطع تاني يوم عشان بس تبقى متماسكة كده والكريمة تمسك ويبقى الوضع مستقر يعني. انما طبعا احنا ازاي هنستنى على الكنافة بالقشطة لتاني يوم؟ مش هينفع. بتتعمل وبتتاكل في نفس اليوم عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بنسيبها بس حوالي ربع ساعة على جنب تشرب الشربات وقطعيها، مفيش اي مشكلة خالص. وانا عملت كده، سبتها ربع ساعة على جنب وبعدين قطعتها. بس طبعا تستني لحد ما تشرب كل كميه الشربات، وباين جدا قدامكم قد ايه بتشرب الشربات. الشربات طبعا بارد، يعني انا بعد ما ضفته في قلب العلبه حطيته في البرطمان اللي انا ضفته فيه حطيته في قلب التلاجة عشان يبرد ويبقى ساقع كده. والكنافه طبعا كانت سخنه لسه خارجه من الفرن عشان تشرب معايا الشربات بكل سهوله. دي يا جماعه لو خدتوها وانتوا رايحين تزوروا حد، وانتوا عاملين عزومه وجايلكوا ضيوف، بجد والله كل اللي هيدوقها هيسألكوا عملتوها ازاي. طعمها حلو جدا جدا وسهله وبسيطه، والكريمه ناعمه كده وبتدوب في البق وكريميه وطعمها يجنن. واللبن يا جماعه يكون لبن بلدي جاي من عند اللبان بخيره وبقشطته. او لو رايحه تزوري حد وخدتيها معاكي كده، بجد حاجه تشرف وحلوه جدا، احلى واضمن من اللي بتجيبيها من بره بكتير قوي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والطعم بقى حاجه في منتهى الجمال. بجد مش لاقيه كلام يوصف حلاوتها. جربوها ومستنيه رايكم فيها. واسيبكم في رعايه الله واشوفكم على خير الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله الفتره اللي جايه هننزل باقوى الوصفات للمدارس باذن الله تعجبكم، وهنعمل كل حاجه في بيتنا، مش هنشتري حاجه من بره تاني ابدا.